العادات هي اللي كتنحط الشخصيه ديالك، سواء من ناحيه الهويه شكون انت ولا شنو باغي تحقق. كل نتيجه كتجي الا بعد الالتزام بعادات يوميا وعلى مده من الزمن، ممكن تكون مده قصيره ولا طويله. والفرق ما بين اكس اللي بوزيتيف منضبط وعاطي لكل طرف من الحياه حقه، وايغريك اللي سلبي ومرون ومتبع غير الفاني، هو العادات. حيت كما ممكن العاده انها تطور حياتك، يمكن لها حتى تخرج عليك. عليها غنتذاكروا على عادات صغيره اللي غادي تبدل حياتنا بشكل ملحوظ الا دخلناها في الروتين ديالنا. قبل ما نبداو نطلب منكم شي دعوات الخير لامهاتنا وامهات كل امه، يا ربي تحفظهم لينا. ديما كنلقى مشكل كبير في ترتيب فقرات الفيديو الاكثر اهميه، عليها عيشوا مع الفيديو كامل باش تستافدوا منه وما تفوتكم حتى حاجه حاسمه. معكم اجي نعاود لك ومشينا. ريلاكس، سيت يور سيلف، واجي نعاود لك. هذا مسعود، عشير وقلب عليه، طلع له في راسو حيت مسعود فيه البليه ديال التعطال، دير معاه مع 12 يجي مع 12 ولكن ضلا غد ليه. مسعود فيه الهضره بزاف والو ما كيسكتش، بدا شادها جلده في واحد الدري وملي مشى شدها جلده في هذاك اللي مشى، تسدلو فمو يهضر من نيفو. المهم ينممها على بنادم. ها هو عاود مطايف مع راسو حيت ما نعش بكري البارح وصباح خدام وسبابو البليه الصهير. مسعود عايش في حلقه مفرغه ديال العادات السلبيه اللي كتخليه كيدور على راسو، ما عندوش روتين صحي ولا عادات يوميه اللي غتخليه شخص افضل، وهذا الشيء كيخليه مطلع فران امان واقف في بلاصتو. ولكن هو ما عارفش الاهميه ديال العادات الايجابيه وما لقاش اللي يقول له داك العاده السلبيه راه هي اللي خارجه عليه. العادات عندها دور كبير في حياتنا اليوميه وكتاثر بشكل مباشر على جوده حياتنا. هاد الانفلونس كيحضر سواء كانت عادات ايجابيه او سلبيه، والعاده هي داك الماده الخام للوصول للاهداف ديالنا، حيت الاهداف الكبيره كتكون في الاغلب مكونه من مجموعه من الاهداف الصغيره، واللي غيخلينا منضبطين على الاهداف الصغار هما العادات الصغيره. نبداو باول عاده، جمع فراشك في الصباح. انك تجمع فراشك اول حاجه في الصباح هي امر بسيط ولكن عنده اثر كبير في الحياه اليوميه ديالك. هاد العاده كتعلمك الانضباط حيت كتخليك تبدا اول مهمه ليك في اول لحظه من نهارك. ملي كتنوض وكتجمع الفراش ديالك راك كتحقق واحد الانجاز بسيط كيوجدك انك تسربس داك المهام الاخرين اللي باقيين ليك في النهار، وهذا كيعطيك احساس بالرضا والتحفيز. هاد العاده كتوصل رساله للعقل ديالك انك انسان منظم وقادر على انجاز المهام سواء كانت بسيطه ولا معقده. وهذا النوع ديال الانضباط اللي كتحصل عليه مع بحال هاد العاده كينعكس على باقي الجوانب ديال حياتك سواء في خدمتك دراستك او حتى علاقاتك. في النهايه الامر ماشي على انك تجمع فراشك، ولكن داك الميساج اللي كتوصل لدماغك مور ما كتبدا النهار بمهمه وكتنجح فيها وكتشوف فراشك مستف ومقاد. داك الدوبامين اللي حفزتيه بهاد المهمه البسيطه كيوجدك النهار كله نجاح. والارمي عارفين القيمه د هاد التاسك على الصباح. So here are the 10 lessons I learned from basic SEAL training that hopefully will be of value to you as you move forward in life. Every morning, we were required to make our bed to perfection. شرب الماء على الصباح. انك تشرب الماء على الريق هي عاده بسيطه ولكنها مهمه بزاف للصحه ديالك والطاقه ديالك طول النهار. فاش كتفيق من النعاس الجسم ديالك كيكون مر بفتره طويله بلا ماء، حيت اثناء النوم كتصرف كل السوائل عن طريق التنفس والتعرق. هادشي كيخلي الجسم في حاله جفاف جزئي، وهنا كيجي دور الماء باش تعوض السوائل اللي ضاعت وتحفز الجسم ديالك يبدا خدمته بشكل صحيح. ومهمه بزاف حتى الناس اللي كيترينيو، حيت فاش كتفيق كيكون واحد النسبه ديال البروتين في الكور ديالك مفككه ومحتاجه الماء باش يتم الامتصاص من طرف الجسم. ومن اهم فوائد ديال شرب الماء على الصباح هو انه كيعاون على تنقيه الجسم. الماء كيساعد الكبد والكلى على التخلص من السموم اللي تراكمات خلال الليل، وهكا كتولي عندك بدايه نظيفه وصحيه لنهارك. كخلاصه هو استثمار صغير وواحد الحاجه اللي بسيطه ولكن التاثير ديالها كبير على الصحه وحياتك اليوميه، حيت الجسم ديالك بحال الارض كيحتاج الماء باش ينمو ويزدهر، وانت ملي كتعطيه داك الشيء اللي محتاج غادي يعطيك الطاقه والتركيز باش تواجه التحديات ديال نهارك بثقه وايجابيه. رفع الاثقال. الرياضة هي أحسن حاجة ديرها في حياتك وخصوصا الحديد، حيت تتمكن من واحد أسلوب حياة كيعلم الانضباط والتنظيم وكيأثر إيجابيا على جميع جوانب حياتك. فاش كتقرر تمارس رياضة رفع الأوزان بانتظام كتولي مجبر تحترم الجدول الزمني وتلتزم بوقت معين في النهار باش تمشي للجيم. هذا الالتزام كيعلمك شحال الانضباط مهم، وكيولي عندك واحد الروتين اللي كيعاونك تكون منظم في حياتك بشكل عام، حيت كيحتاج صبر وتركيز، والنتائج ما كتجيش بين الليلة وضحاها. كتحتاج تصبر على تدريب وتلتزم بخطة مدروسة. هذه الاستمرارية كتخلق عندك عقلية ديال المثابرة والاجتهاد اللي غادي تساعدك تواجه تحديات أخرى في حياتك بثقة وبروح ديال المسؤولية. حيت رفع الأوزان كيعلمك كيفاش توضع أهداف صغرى وتحققها تدريجيا. مثلا كتحدد ثقل معين باش تضرب به أو عدد معين ديال التمارين اللي غادي تزيدهم مع الوقت. ملي كتشوف التقدم اللي كديرو خطوة بخطوة كتولي عندك ثقة كبيرة في راسك وقدراتك، وكتآمن بأن النجاح ماشي صدفة ولكن نتيجة العمل الجاد والالتزام. أما الفورمة هي آخر حاجة نفكروا فيها، حيت لونطريمون ماشي غير وسيلة لبناء العضلات ولكنها كتحسن الصحة العامة ديالك، صحة القلب، كتقوي العظام وكتحسن المزاج بفضل الافرازات ديال الاندورفين اللي كتجي من التدريب، وكتخليك تولي ترد البال لكل التفاصيل المتعلقة بالجسد ديالك اللي غيدينا للعادة اللي موراها.
عرف شنو كتاكل. بكل بساطة الجسم ديالك عبارة عن شنو كتاكل وحتى النفسية براسها، حيت الجسم السليم في العقل السليم. ملي كتقرر تلتزم بعادة ديال الأكل الصحي وتنقي ماكلتك كتولي تجنب تخرج على صحتك العامة وما تبقاش تعطي لجسمك المواد السامة اللي كتخرج عليه واللي ولات في كل بلاصة. هذا الوقت فين ما درتي الماكلة غير مصنعة والمواد الحافظة في كل بلاصة، وهذا موضوع عميق خاصو فيديو بوحده. ولا صعيب تاكل صحي ولكن ماشي مستحيل. الأكل الصحي كيعطيك الطاقة. ملي كتكون كتستهلك أطعمة مفيدة ومغذية كتولي عندك قدرة أكبر على التركيز، الإنتاجية وحتى النشاط الرياضي. المأكولات غير الصحية بحال السكر المفرط أو الدهون المصنعة كتضعف الجسم وكتخليه ثقيل. أما الأكل الصحي كيمنحك إحساس ديال الحيوية والطاقة النهار كامل. هاد اللعيبة غتعلمك حتى الانضباط والتنظيم. ملي كتفكر شنو غتاكل وكتولي منظم وكتعلم تحترم جسمك، ما تعطيش أي حاجة كما كانت. كتولي تشوف شي حاجة اللي كتعجبك وعينك فيها ولكن كتحرم راسك منها حيت عارف الضرر ديالها. فثق فيا، كتربي واحد الشخصية قوية. القراءة أو البودكاست. العادة ديال القراءة كل نهار ولو غير بعض الصفحات واحدة من أكثر العادات اللي غتغير حياتك بشكل إيجابي وكبير. أولا القراءة كتعمر الراس. ملي كتقرا ولو غير شي 5 صفحات في النهار كتحفز دماغك باش يبقى نشيط ومتطور. هادشي كيحميك من الركود الفكري وكينمي عندك قدرات ديال التفكير الإبداعي وحل المشاكل والتفكير خارج المألوف. ثانيا هاد العادة كتعلمك التركيز والصبر. في الزمان اللي عايشين فيه كل شيء ولا سريع وديناميكي. القراءة كتخليك دير واحد ستوب لكاع هاد السعرة اللي واقعة وتاخد وقت باش تقرا. هاد البلان كيخليك تكون أكثر تركيز ودير الأمور ديالك بطريقة أكثر هدوء فوق تجري عليا نجري عليك. ثالثا كتعلم حوايج جداد، سواء كنت كتقرا كتب في مجالك المهني أو في المواضيع اللي كتعجبك بحال تطوير الذات، التاريخ أو حتى الخيال العلمي. كل كتاب هو فرصة جديدة باش تعلم شي حاجة مفيدة، وهنا كيبان التأثير المباشر على قراراتك اليومية وحتى طموحاتك المستقبلية. رابعا القراءة كتحسن التواصل ديالك. ملي كتقرا كلمات جديدة وكتعرف كيفاش الناس كيعبروا على الأفكار ديالهم كتحسن حتى القدرة ديالك على التعبير على راسك سواء في العمل أو في العلاقات ديالك. خامسا هاد العادة كتعطيك وقت باش تخرج من الروتين اليومي. القراءة كتسمح لك تهرب من الضغوطات اليومية وتدخل في العالم ديالك لواحد المدة بحال كدير التأمل، وهاد الشيء كيساعد على الراحة النفسية. وبالنسبة للناس اللي ما كيقدروش يقراو الكتوبة كيجيهم الملل ولا ما عندهمش معاه، كنصحكم بالبودكاستات حيت يمكن تسمع ليهم في الصباح ملي كتفيق ولا في الطريق للدار أو الخدمة، وحتى ملي تكون كدير الرياضة. هاد السهولة كتعطيك فرصة باش تستافد بلا ما تحس أنك مضطر تبذل جهد كبير. في المجمل العادة ديال القراءة والاستماع هي استثمار في المعرفة، التركيز والإبداع، وواحد الحاجة اللي كتخليك تسمع أفكار الناس داروا شي حوايج كبار في العالم. عليها كيعجبني وكنصحكم بالبودكاست ديال جو روغان. عادة الفشل. عارفة جاتكم غريبة ولكن غير ركزوا معايا وغادي نبدل النظرة ديالكم على الفشل. العادة ديال الفشل وتقبلها كجزء من الحياة هو واحد من أعظم العادات اللي يمكن الإنسان يطورها. بزاف ديال الناس كيخافوا من الفشل وكيهربوا منه، ولكن الحقيقة هي أنه جزء لا يتجزأ من النجاح. بلا به مستحيل تطور، تتعلم ولا تولي عندك شخصية قوية. كل مرة كتخسر فيها كتكون فرصة باش تعرف نقاط ضعفك وتحسن منهم. الناس اللي كيتقبلوا الخسارة عندهم العقلية ديال growth mindset، يعني أنهم كيشوفوا الفشل بحال درس ماشي نهاية المسار. مثلا الكويري اللي كيتقبل الخسارة كيبدا يحلل في الأخطاء اللي دارها في الماتش ويتدرب باش يتحسن، وفي المرة الجاية كيولي أحسن. نفس الشيء كيوقع في الدراسة، الخدمة وحتى العلاقات. واحدة من الفوائد ديال التعود على الخسارة هي أنك كتقوي النفسية ديالك، حيت إلا كنتي كتعرف كيفاش تتعامل مع الخسارة ما غاديش تأثر فيك وغادي تولي تزعم على تجارب جداد وتريسكي. وهذا هو السر ديال بزاف الناس الناجحين، كيريسكيو وكيطيحوا ولكن كيوليو ينوضوا. وفوق هذا الشيء كامل تقبل الخسارة كيخليك متواضع وكتعرف قيمتك الحقيقية. النجاح المستمر بلا تحديات كيمكن يخليك مغرور، ولكن الفشل كيعلمك تعترف بالقيمة ديال الآخرين وتقدر المجهود ديالهم. فيتامين دي. عادة التعرض للأشعة الشمس يوميا من العادات اللي كتأثر بشكل إيجابي وكبير على صحتنا الجسدية والنفسية. بزاف ديال الناس كيستهينوا بها، ولكن الحقيقة هي أنها ضرورية بحال الماكلة الصحية والرياضة. أول حاجة أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي للفيتامين دي واللي الجسم ديالنا ما كيقدرش يصنعه بوحده. هذا الفيتامين كيأثر على صحة العظام، المناعة وحتى المزاج ديالك. الناس اللي كيعانيوا من نقص في هذا الفيتامين كيتعرضوا لمشاكل بحال التعب المزمن، الاكتئاب وضعف المناعة. شوية ديال الشمس كل نهار كافي باش تساعد جسمك يصنع هذا الفيتامين المهم. ثاني حاجة التعرض لأشعة الشمس كينظم الساعة البيولوجية ديالك. أشعة الشمس الصباحية كتعطي جسمك الإشارة باش يبدا النهار وكتحسن جودة النوم ديالك بالليل. الناس اللي كيتعرضوا للشمس بانتظام كيحسوا بالطاقة خلال النهار وبيقدروا ينعسوا بسهولة في الليل.
ثالثا، الشمس كتأثر على المزاج ديالنا. التعرض للضوء الطبيعي كيزيد من إنتاج السيروتونين في المخ، واللي هو المادة الكيميائية اللي كتخلينا نحسوا بالسعادة والاسترخاء. هادشي كيشرح علاش الناس اللي كيسكنوا في مناطق ما فيها الشمس بزاف كيعانيوا من اضطرابات بحال الاكتئاب الموسمي. باش تدمج هاد العادة في حياتك، حاول تقضي على الأقل 15 إلى 20 دقيقة يوميا في الشمس، خصوصا في الصباح. إلا كنتي خدام أو مشغول، غا جلسة في السطح ولا في البالكون غادي يقضي الغرض. كلمة حسنة. عادة أنك تقول كلام إيجابي وتقدم المجاملات للناس من أروع العادات اللي يمكن الإنسان يطورها، حيث ماشي كتأثر على الآخرين ولكن حتى على النفسية ديالنا وحياتنا اليومية. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بالكلام الطيب، وقال الكلمة الطيبة صدقة. أن الكلمة الإيجابية اللي كتقولها لشخص آخر تعتبر صدقة كتقرب بها الله وكتنشر بها الخير والطاقة الإيجابية في المجتمع. هاد العادة البسيطة عندها تأثير كبير على العلاقات الإنسانية وعلى النفسية ديالنا. ملي كتقدم مجاملة صادقة لشي شخص واخا يكون براني، كتزرع الفرحة في قلبه. بزاف ديال الناس حنا ما عارفين شنو هما الضغوطات اللي كيدوزوا منهم، وشحال هادي ما سمعوا شي كلمة زوينة. راه يقدروا يكونوا محتاجين كلمة طيبة غير باش يتحسن نهارهم ويحسوا بالتقدير، حيث الكلمات الإيجابية ديالك يمكن تكون السبب في إعطائهم أمل جديد أو تحسين المزاج ديالهم. بالإضافة، هاد العادة كتعزز الثقة بالنفس ديالك، حيث ملي كتركز على الجانب المشرق والإيجابي في حياة الآخرين كتولي حتى أنت أكثر تفاؤلا وإيجابية. الدراسات بينات أن الناس اللي كيمدحوا الآخرين بشكل منتظم كيتحسن عندهم المود وكيعيشوا حياة أكثر سعادة وراحة. وأكثر من ذلك، هاد العادة كتعزز العلاقات الاجتماعية. الناس كيميلوا ويقدروا الشخص اللي كيخليهم يحسوا بالإيجابية وكتولي عزيز عند الناس. القوة الحقيقية كاينة في الصبر والالتزام بالعادات الصغيرة اللي كنعاودوها كل نهار. هاد العادات البسيطة اللي كنضبطوا عليهم كيبنيو لينا حياة متوازنة ومليئة بالطاقة الإيجابية والإنجازات. داك الأهداف الكبيرة اللي كنحلموا بها حتى هي كتجي من تراكم هاد الخطوات الصغيرة، حيث كل عادة بحال الطوبية كنبنيو بها بيت النجاح ديالنا. البلية ضروري منها، سواء تكون بلية تخرج لك على صحتك ولا بلية اللي غتستافد منها. القرار بيديك، اختار البلية ديالك بعناية. الحياة هي نتيجة أفعالنا اليومية، وكل عادة صغيرة اليوم غادي يكون عندها أثر كبير غدا، واخا تبان بسيطة. العادات هي المفتاح باش توصل للحياة اللي كتمنى. انت اللي صايق السفينة، وباختياراتك اليومية غتحدد المسار السفينة. ودابا غنعطيكم الكوت الفيديو. دو واحد الكاتب كندي مشهور سميتو روبن شارما، عنده كتب مشهورة بزاف ديال التطوير الذاتي، وهاد الكوت من الكتاب ديالو المشهور 5 AM Club. Own your morning. Small daily improvements are the key to staggering long-term results. التطورات الصغيرة اليومية هي المفتاح لتحقيق نتائج مذهلة على المدى الطويل. تهلاو.